اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. هشارك معاكم النهارده اول يوم وهنشوفوا هذاكر ايه. وكمان هبتدي معاكم من ليله اول يوم عشان نذاكروا مع بعض الفتره المسائيه اللي احنا كنا متفقين عليها في الجدول. وهشارك معاكم كمان بكرة ان شاء الله اخر اليوم. فيلا نشوفوا هنعمله ايه دلوقتي. تعالوا دلوقتي نكتبوا المهام اللي علينا. دلوقتي يا جماعة الساعة 12 بالليل. انا بدأت معاكم الفيديو من بالليل عشان تحضروا معايا الفترة المسائية. وكمان انا هبتدي بقى المهام بتاعت اول يوم رمضان من دلوقتي. انا الصبح كنت بعمل حاجات تانية كانت متراكمة عليا، فدلوقتي هكتب المهام اللي عليا اللي انا المفروض اخلصها النهارده ان شاء الله. عندي محاضرة الاحياء، هي نزلت يوم الاربعاء امبارح بس انا كنت مرقماها فعايزة اذاكرها النهارده. وكمان انا عايزة اقول لكم ان انا قبل ما بحضر المحاضرة الجديدة لازم بحل الكويز وبراجع على المحاضرة اللي قبلها، المحاضرة اللي بيكون عليها الكويز يعني. فهكتب مراجعة على المحاضرة القديمة. وكمان هنبقى عايزين نذاكر وهعمل حل الواجب بتاع المستر. وكمان ممكن عايزة كمان احل واجب بتاع كتاب خارجي. هما دول الحاجات اللي انا هعملهم من النهاردة، من دلوقتي لحد المغرب كده بكرة ان شاء الله. هما دول اللي هشتغل عليهم النهاردة. خليني بقى اتكلم معاكم كده على كام حاجة مهمة كنت عايزة اتكلم معاكم فيها بخصوص رمضان. واول حاجة ازاي نوازن بين العبادة وكمان الدراسة بتاعتنا. بصوا، اول حاجة لازم يكون عندنا اساسيات ومبادئ كده، ما ينفعش يعدي علينا يوم في رمضان وما نعملهاش. وهي طبعا صلاتنا، الفروض طبعا اساسية، وكمان الورد القرآن بتاعنا، وكمان التسابيح بقى وكده. لكن كل واحد على قد وقته، كل واحد بقى على قد وقته وعلى قد الحاجات اللي وراه. بس خليكوا فاهمين ان العبادة عمرها ما هتأثر على الدراسة طول ما انتوا منظمين وقتكم، طول ما انتوا بعدين تماما عن السوشيال ميديا وعن الموبايل. هو بجد اللي هيدمر وقتنا في رمضان. وخليكوا فاهمين ان احنا لازم نعمل جدول من الاول ونحاول على قد ما نقدر نمشي عليه بالحرف، عشان اللي هيمشي بجدول في رمضان هو بجد اللي هيطلع كسبان في الدين بقى والدنيا. يعني احنا لازم ما نتلهوش بقى في المسلسلات والبرامج والكلام ده، عشان احنا عندنا خطة وعندنا هدف في اخر رمضان ان احنا نكونوا اساسا مخلصين اكبر كم من المنهج، عشان خلاص الامتحانات يعني قربت. فهدفنا في رمضان ان احنا نكونوا ماشيين بانتظام وما نراكمش ابدا دروس، مستحيل. لكن العبادة هتتعمل في وقتها وبانتظام، وكل واحد على قده. يعني الورد القرآن ممكن نختم ختمة واحدة في رمضان كفاية، بس طالما هي معمولة بإتقان وكده خلاص كفاية. وكمان بالنسبة القعاد مع الأهل والعزومات وكده، يعني أنا بقعد عن نفسي عادي، بقعد مع أهلي، وكمان لو عندي عزومة هروحها. لكن مش تضييع وقت عمال على بطال على بقى مسلسلات وقعاد مع أصحابنا وكده. كل حاجة ليها وقتها، ودايما نكون واخدين بالنا من الوقت والساعات عشان الموضوع بيمر بسرعة جدا، خصوصا في رمضان مش بنحس بالوقت. فلازم نكونوا حاسبين لكل حاجة. يعني اللي ما كانش بيعمل جدول لازم يعمل، واللي ما كانش بيكتب مهامه في الأيام العادية لازم يكتبها ولازم نخلصوها عشان الوقت بيجري جدا. وكمان لازم نكونوا طالعين مش مراكمين أي حاجة علينا من رمضان يعني. لكن أنا عن نفسي بسيب وقت لنفسي كبريك، أقعد مع أهلي، والوقت يكون مخصص للعبادة بعد كل صلاة فرض. لازم يكون في نص ساعة كده أو حاجة بقرا فيها الورد القرآن بتاعي بقى وبعمل حاجتي اللي أنا عايزاها. تاني حاجة بقى بالنسبة للنوم،
انا ما بعرفش انام اقل من 8 ساعات. اللي بيعرف ينام اقل من كده تمام، 6 ساعات تمام، حلوة جدا. كل ما تقللوا في الوقت النوم كل ما هتلاقوا معاك وقت للعبادة، وكمان الصلاة بقى على وقتها. وبالنسبة للي بيروحوا يصلوا في المسجد وكده، بتحدد لها وقت ونيجوا نرتاحوا شوية ونكمل مذاكرة، ناخدوا بريك شوية، نقعد مع اهلنا وبعدين نراجع تاني. الفكرة كلها ان انا احدد الوقت كل حاجة بعملها عشان ما تسحلش والاقي اليوم خلص وانا مطلعتش منه باي حاجة. بالنسبة لعدد ساعات المذاكرة في رمضان، اكيد هيقل عن الطبيعي، عشان احنا هيبقى عندنا كذا حاجة اكتر من المذاكرة. فلو طلعنا ب5 ساعات، طلعنا ب4 ساعات مذاكرة في اليوم، تمام. بس الطبيعي يعني ان يكون من 6 ل8 ساعات. بس الاهم حاجة ان احنا ما نضيعش يوم كامل من غير ما نفتح كتاب. اوكي، بس كده دول الحاجات اللي كنت عايزة اكلمكم فيها. قولولي انتوا عايزين نتكلم في ايه الفترة الجاية، اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله نعملها في الفيديوهات الجاية. يلا نبتدي مذاكرة. دلوقتي بقى بدأت اراجع على الدرس بتاع المحاضرة اللي فاتت. براجع بس بالقراية كده، مش بالورقة والقلم. وحطيت البوردات الشرح جنبي عشان اقراها وانا بذاكر. اي نوتس زيادة، اي حاجة المستر يكتبها بقراها، يعني عشان ساعات بيقول اسئلة مهمة فيه. ومهم جدا يا شباب ان احنا قبل ما نسمع المحاضرة الجديدة لازم نراجع على كل درس اللي فات. مش طبعا كل الدروس، يعني الدرس اللي قبليه بس، عشان بيبقى مثلا قاعدين اسبوع او حاجة، مش بنفتحوا المحاضرة دي. فلازم قبل ما نحل الامتحان نكونوا مراجعين حتى بالقراية كده زي ما انا بعمل. مش بتاخد معايا نص ساعة حرفيا في المحاضرة كلها. وبعد بقى ما بنسمع المحاضرة لو طويلة بنقسمها لساعات، وبناخده كل جزء منها بنراجعوه قراية. لكن انا بحب اذاكر المحاضرة كاملة الاحياء مع بعض عشان هي بتبقى مترابطة مع بعض، ومستر محمد ايمن بالذات بيخليها كده كأنها حكاية على بعضها. فمش بذاكرها زي الكيمياء كل جزء لوحده، لأ، بستنى لما اخلص المحاضرة كاملة شرح بسمعها كويس، وبعد كده ببقى بذاكرها كلها على بعضها. وبالنسبة للحل بحاول يعني ان انا احل في نفس اليوم اللي سمعت فيه المحاضرة، اكتب المستر وبسمع الفيديو الحل بتاعه. وساعات بحل كتب خارجية لكن مش دايما، يعني انا الاساسي بحل كتاب المستر بس وبسمع فيديو حل الواجب. بعد ما خلصت بقى دخلت الامتحان، كان 15 سؤال. هو على طول كان المستر بيعملوا 20 سؤال، المرة دي كان 15. مش كلهم من المحاضرة اللي فاتت، كانوا فيه من الدعامة وفي من الهرمونات. ودي حاجة كويسة يعني عشان بتفضل بتخليني افتكر الفصول التانية. ولو في سؤال وقف معايا في الفصول التانية وكده بفتح الكتاب وبراجع الجزء اللي انا كنت ناسيه. دايما الامتحان بتاع المستر محمد ايمن مبيبقاش سهل، بيبقى فيه تفكير كبير يعني وكده، بياخد مني وقت. وجبت انا 10 من 15 في الامتحان ده. حليته بقى. بعد ما خلصت اخدت بريك شوية وعايزة ابتدي بقى المحاضرة الجديدة عشان متأخرة قوي، كانت الساعة تقريبا 2. المحاضرة ديت كانت مقسومة، المستر كان قاسمها على مرتين. اول جزء كان ساعة ونص والجزء التاني كان ساعتين الا ربع. فانا النهاردة خلصت الجزء الاول بس اللي هي كان ساعة ونص. ما كنتش عاملة حسابي ان هي تطلع كبيرة كده، كنت ناوية ان انا اخلص الشرح النهاردة. بس طبعا الوقت ما كفاش وكنت عايزة اعمل حاجات. فسمعت اول جزء اللي هو ساعة ونص وبس.
اخواتي وحبايبي وطلابي، طلاب الصف الثالث الثانوي، ازهر عام وازهر في كل مكان في جمهورية مصر العربية الحبيبة، اهلا وسهلا بيكم يا حبايب طلاب اليوم، وباذن الله تعالى باذن الله تعالى زملاء الغد احلى واجمل دكاتره في المستقبل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك يا صديقي الجميل في ختام فصل المناعه، ولكن كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. بنسبة 99% حضرتك بتسمع المحاضرة دي فجر أول يوم رمضان، يعني بعد أول سحور. فكل سنة يا صديقي وأنت طيب، وإن شاء الله بإذن الله رمضان الجاي تكون كده محقق كل أحلامك، دخلت كلية أحلامك، معاك العروسة، معاك العريس، وتكونوا كده بتعيشوا إيه حياة إن شاء الله جميلة يعني زي ما بتتمنى. معاك العريس اتجوزت يعني إن شاء الله بإذن الله. طيب بعد ما خلصت بقى المحاضرة خدت بريك وبدأت أعمل معاكم السحور. ما كانش فاضل وقت على الفجر، كان تقريبا فاضل ساعة ونص أو حاجة. كنت عايزة أعمل حاجات كتير قبل الفجر يعني. طبيعي. بعد ما اتسحرت قعدت اساعد ماما شوية. كنا بنعمله السمبوسك بتاعت اول يوم، فقعدت اعمل معاها شوية. بعدها بقى كان الفجر أذن، قعدت اجهز الكورنر اللي هصلي فيه. عطرت المصلية وجهزت المصحف اللي هقرا فيه القرآن، وحطيت السبحة جنبي. والورقة ديت أذكار الصباح والمساء، كان جاية مع باكج مستر محمد أيمن، فحطيتهم جنبي عشان لما اخلص استخدمهم. بعد ما خلصت بقى كل حاجة نمت على طول. كان عندي درس اول يوم رمضان، المستر مرضاش يديهولنا اجازة، فكان الدرس الساعة 2. فنمت وصحيت على الساعة 12:30 كده، كنت متأخرة قوي. فبعد ما رجعت بقى ما لحقتش اصور لكم حاجة الصبح، رجعت على المغرب تقريبا، كان فاضل نص ساعة.
رجعت بقى حطيت السمبوسك في الاير فراير، وقعدت اجهز مع ماما حبة حاجات بتاعة الفطار، بس ما ذاكرتش طبعا حاجة، ما لحقتش اذاكر اي حاجة يعني. وبدأت اجهز معاكم طبقي. قولولي انتوا فطرتوا ايه اول يوم؟ انا ماما كانت عامله ورق عنب، وكانت عامله الدولمه والسمبوسك اللي عملناها سوا، وكانت عامله معاها بطه. قولولي فطرتوا فين اول يوم؟ كان عندكم عزومه ولا فطرتوا في بيتكم؟ انا فطرت في البيت عندي، وعندي عزومه تاني يوم رمضان ان شاء الله. فضلت قاعدة مع اهلي بقى لحد تقريبا العشاء كده، واكلت كنافة ماما كانت عاملاها، كانت جميلة قوي وشكلها حلو جدا. بعد بقى ما صليت العشاء بدأت اذاكر الجزء اللي انا سمعته امبارح، وهبتدي ان شاء الله النهاردة، يعني هبقى اخلص الجزء التاني واذاكره. المشكلة انا مش عايزة اسيبها عشان انا بكرة مش فاضية، يعني بكرة مش هذاكر غير بعد الساعة 12 تقريبا او حاجة عشان عبال ما ارجع، فعايزة احاول ان انا اخلصها من العشاء لحد الفجر. وجيت تعبانة جدا من الدرس، كان 4 ساعات او كده، فكمان كنت عايزة انام، فاخلص مذاكرة المحاضرة دي، وبعد كده هنام ساعة ولا حاجة وارجع اكمل تاني. بالنسبة انا ازاي بذاكر الاحياء، انا ببدأ اقرأ المحاضرة الاول من الكتاب او من بوردات الشرح، بعد كده بذاكر كل حاجة انا بذاكرها بالورقة والقلم، بس مش بقعد اكتب الكتاب هو تاني في الكراسة يعني وخلاص، بكتب بس الحاجات اللي عايزة تتحفظ واللي بحس ان هي مهمة واللي المستر كمان بيقول عليها، هي دي اللي بقعد اكتبها، ممكن اقعد اكتبها مرة واتنين كمان. بعد ما بخلص بقى ببتدي احل كتاب المستر، واحل سوري قصدي واسمع فيديو حل الواجب. بطلع بقى من فيديو حل الواجب يعني فاهمة كل الاخطاء اللي انا غلطت فيها، وكمان مراجعة معظم الدرس تاني عشان المستر بيقعد يعيد ويزيد يعني وهو في الفيديو حل الواجب. وبكده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تقولولي رأيكم فيه، وكمان تقولولي عايزين فيديوهات ايه الفترة الجاية. باي باي.